تكشو ولا نشرة ولا نشرة، الليلة مسرح جماعي وعشرة يابا على عشرة، سياسي كوميدي اجتماعي. تياترو مصر دي مصر تياترو، وتعالى شوف رواياتك كترو. تياترو مصر دي مصر تياترو، وتعالى شوف رواياتك كترو. تياترو مصر. كان يا مكان. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في زمان غير الزمان ومكان غير المكان ملك يدعى الملك النعمان. كان عنده بنت اسمها جهاد، وابن اخوه كان بيربيه اسمه محمود. النهارده انا هحكي لكم حكايه جهاد ومحمود، وانا سلامه اللي كنت معاهم في نفس الفيلم. ملك النعمان كان ملك قوي، كان بيهدد بلاده التتار اللي برغم ان بلادهم بعيده الا ان كان في دماغهم يجوا مصر عشان يفتتوها. الملك النعمان كان من اذكى الاذكياء ومن انبه الانبهاء، ما كانش يقول كلمه الا لما تطلع منه حكمه، وما كانش يقول حكمه الا لما تطلع منه كلمه. حلو قوي قوي يا مولاي، قول لنا كمان نكته عن التتار. يقول لك مرة واحد تتاري حب يعمل لسه يا جماعة لسه حب يعمل مفتح، تفتكروا يعمل ايه؟ ايه فضل صاحي طول الليل. ابوكوا لطيف قوي يا اولاد، ده احنا عارفين. ده انتوا رخمين. بقول لك ايه يا مولاي، كلمنا عن صولاتك وجولاتك مع التتار. فكرتوني بأيام، بس أنا صولاتي وجولاتي دي ما كنتش فيها لوحدي، كان معايا سلامة. فاكر يا سلامة؟ ودي حاجة تتنسي يا مولاي عنك انت. انا هقوم بالطلعة دي. كان مولاي بيحب الصيد وغاوي صيد، ومرة انا ومولاي كنا ماشيين في الصحراء في وسط الغابات كده وبعدين فجأة لقينا 10 من التتار على يمنا و10 من التتار على شمالنا، او 12 تقريبا على شمالنا، ودول على يمنا ودول على شمالنا. نعمل ايه؟ يا سلام، وعملت ايه يا سلامه؟ ما قدامنا فاضي ورانا فاضي. فمولاي بذكائه وبفطنته قال لي اجري يا سلامه. قعدنا نجري انا ومولاي لغايه اما لقينا صخره ضخمه، استخبينا ورا الصخره، لكن التتار بالاجهزه الحديثه اللي معاهم كشفونا من ورا الصخره. مولاي قال لي اجري يا سلامه. جرينا لغايه اما لقينا مغاره. دخلنا جوه المغاره كانت ضلمه كحل بحيث ما تقدرش تشوف ايديك يعني عارف، ضلمه يعني ضلمه. وفجاه لقينا اسد. يا سلام، وعرفت منين ان هو اسد والدنيا كانت ضلمه؟ اسد يعني هيقول لنا مساء الخير، مش محتاجين نشوفه يعني. لقينا الاسد ده راح مولاي. فاكر يا مولاي؟ فاكر؟ ايوه. خليك يا مولاي، خليك. وبعدين ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم. وبعدين فكرني. تعالوا. وبعدين اما لقينا الاسد راح مولاي طلع السكينه بتاعته وراح ذابح الاسد. وعلى ريحه الدم شويه لقينا ديب. جالنا الديب. وعرفت منين بقى يا سلامه انه ديب والدنيا ضلمه؟ معروف يعني الديب يعني
المهم راح مولاي مسك الديب وقطم رقبته ونزل بيه على الارض. شويه لقينا تعبان لونه اصفر. يا سلام، وعرفت منين ان هو تعبان والدنيا كانت ضلمه؟ ايه الضيوف الرخمين بتوعك دول يا مولاي؟ تعبان بيعمل كده يعني تعبان. وعرفت منين بقى انه اصفر؟ بس فراح ايه مولاي لا بقى الحكايه كده. قال لي لا يا سلام، احنا هنفضل في وسط الحيوانات اللي هتضايقنا دي، تعالى نطلع بره المغاره. خرجنا بره المغاره، بقوا التتار قدامنا والحيوانات من ورايا، التتار قدامنا والحيوانات من ورانا. بس ازاي يا سلامه؟ بس عملت ايه يا سلامه؟ ما فوقينا فاضي. فجاه لقينا طياره طياره دي يا حبيبي، طياره دي يا اخويا. طائره اللي هي انثى الطائر، اللي هو طائر الرخ. يا سلام، وعرفت منين ان هو طائر الرخ؟ من جوجل. المهم راح مولاي مسك في رجل الطائرة وأنا مسكت في رجل مولاي، بس كان لسه قلع الجزمة. فاكر يا مولاي؟ الا فاكر، دي كانت ايام. الله يسلمك. سلامة يا سلامة، الحق يا سلامة، الحق يا سلامة، الحق يا مرعوب في ايه؟ الحق يا سلامة، في ايه يا خصم وراك، ابعد انت ولا وراك. مرعوب. ها ست. نو تعالى هنا. نو في ايه؟ بيقولوا لي التتار كلهم جايين. مين اللي بيقولوا لك؟ ناس كتير قوي حاسبهم وراك. ولا اي حد يقول لك اي حاجه تصدقه. التتار عمرهم ما هيجوا مصر. خلاص حاضر. اهدى. حاضر. يلا. مرعوب ده على طول راعبنا كده يا مولاي. انا عارف والله. اللي قول لي يا سلام، أيوة. احنا بقى مش هنقدم حاجه للضيوف ولا؟ لا قوي. تحب اجيب الراقصات يرفهوا عن الضيوف؟ مرقصات برضو والأولاد موجودين يا سلامة. ايوه، انا عايز اتفرج على الرقصات. انا كبرت بقى. انت عايز تتفرج على الرقصات دي ان شاء الله؟ انا مش ماليه عينك؟ انت بتدري ولا ايه؟ اه طبعا، مش ابن عمي؟ اتفضل قدام. ايه البلطجه دي؟ جهاد بتغير على محمود يا مولاي. أيوة، وهو جهاد لمحمود ومحمود لجهاد. حاضر، يعني انت بتوثق الاحداث عشان لو اي حاجه حصلت. أيوة. حاضر يا مولاي. أيوة. حاضر. تسمح لي بقى ادخل الرقصات؟ تدخل الراقصات. حاضر. وكان مولاي شديد العنايه في اختيار الراقصات. ما كانش يختار اي رقاصه الا على الفرازه، ما فيهمش ولا غلطه. فلتدخل الراقصات. ايه ده؟ موسيقى غربي في بيت السلطان؟ لا انا ما اسمحش بده ابدا، حتى ولو على سبيل الافيه. سلامة، انت بتستهبل يا سلامة، بتستهبل؟ انا اسف جدا يا مولاي. سموك ارتاح انت وانا هتصرف. طيب ماشي، هرتاح. اتفضل سموك، اتفضل. ايه يا انجا؟ يا انجا؟ يا سلام، في يا سلام. مزيكا تتاري في بيت السلطان تستهبلي؟ يا سلام، النهجان اللي انا فيه ده مش على الفاضي يا سلام. كفايه الغدا، جايب لي علبه كشري ب3. ايه ده؟ كنت عايز علبه كشري بكام؟ علبه كشري ب5، ده ليه زياده. لا انا اجيب لك الحله اضربي منها على طول بقى. ماشي. انا مش فاهم سر تمسك مولاي بيك انت دونا عن بقيه الراقصات. يقول لي هات لي الراقصات دي، هات لي الراقصات دي. سحراله ومال يعني. انت ماليه المسرح كله يا ماما. انا مش فاهم يا انجا والله. انت كان ممكن يبقى لك مستقبل كويس، انا ما اعرفش ايه اللي ممشيكي في الطريق ده يا انجا. انا ماشيه في الطريق ده عشان الطريق التاني ضيق. انا غلطان.
امشي اتكل على الله فلتنصرف الراقصات. اوعي الديكور. يا مولاي يعني صراحة اختيار حضرتك هايل من الراقصات. ايه رايك يا مولاي؟ لا انت اللي مولاي. انا سلامة، انت مولاي. انت متعود على ادوار البوابين يا زلمة. هل يا مولاي التتار بيفكروا يخشوا مصر؟ اللي يفكروا يخشوا مصر يا ابني، مصر بلد الامن والامان، مصر متامنه من كل حته. يا سلامه. انا هشرح لهم، اتفضل انت يا مولاي. حدود مصر متأمنة من كل مكان. الحدود الخارجية لمصر في 5000 جندي شجاع. لو التتار فكروا ان هم يخشوا مصر هيتقطعوا. يا سلام. طب ولو التتار عدوا الحدود الخارجيه دي هيبقى الوضع ايه؟ لو عدوا الحدود الخارجية في حدود المدينة نفسها فيها 8000 جندي شجاع. هيقطعوهم. طب لو عدوا ال 8000 دول؟ لو عدوا ال 8000 حوالين القصر في 10000 جندي من فرقة 5 خمسات. دي لو نملة فكرت بس تخش القصر هتتقطع. يا سلام. طب ولو التتار عدوا فرقه الخمس خمسات دي هيبقى الوضع ايه؟ الوضع زبالة طبعا. لا بس موجود مولاي طبعا هيوقف لهم بسيفه البطار، يبقى حظهم اسود. ايوه طبعا انا هطلع لهم. انا عايز اقول لكم يا جماعه، مصر متامنه من كل حته، وعلى راس البلاد سلطان جائر. مولاي الحق مولاي، ابعدوا محدش هيخش مصر. ولا مرعوب. بقول لك ايه، ما تستهبلش. في ايه؟ التتار دخلوا يا جدعان. التتار دخلوا؟ ايوه دخلوا مصر؟ ايوه دخلوا خلاص. طب ال 5000 جندي اللي على حدود مصر كلها عملوا ايه؟ قتلوهم كلهم. يا نهار يا. طب ال 8000 جندي اللي على حدود المدينه عملوا معاهم ايه؟ دول بقى قتلوهم وعلقوهم كلهم على المشانق. مشانق؟ ايوه. جابوا لهم 8000 مشنقه منين دول؟ طب ال 10000 جندي اللي على حدود القصر نفسه دول بقى ذبحوهم وقاعدين بياكلوا الجنود جوه في المطبخ. يا سلام يا سلام. عمك تقول لي يعني انت رئيس اركان حرب وبتاع و5000 و8000؟ ما تقلقش يا مولاي، انت عارف مين اللي مستني التتار لما يدخلوا هنا في القصر؟ سموك يا مولاي. انا بقول لك يا مرعوب، انت متاكد ان هم جايين على هنا فعلا؟ بقول لك قاعدين بياكلوا الجنود جوه. بياكلوا الجنود جوه. اذا ايوه مفيش مفر غير اننا ايوه. اجري يلا. اجري من هنا يا مولاي. ايه هتسيب الاولاد وهتجري يا مولاي؟ معقوله؟ ما انا هقول لك يا سلامه، انت بقى حضرتك يعني تخلي بالك من العيال. انا خلي بالي من العيال. حضرتك خلي بالك من العيال، وانا كده هموت. بس اهم حاجه الختم ده بيثبت ان هم الورثه الشرعيين جهاد ومحمود. حاضر يا مولاي. تمام؟ اتكل انت. ماشي. مع السلامه. مع السلامه. بابا انت رايح فين؟ انا هقول لكم يا ولاد، انا رايح اجيب الدب من ديله، بس على ما الاقي له ديل، وما عرفتش اجيبه واسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديل. رايح اجيب الدب من ديله، بس على الله الاقيله. مع السلامه يا عم فؤاد، مع السلامه. تعالوا يا اولاد، تعالوا ما تخافوش، انا معاكم مش هسيبكم ابدا لغايه اما التتار ييجوا ويمشوا من هنا. ما تقلقوش يا اولاد. تعالوا. احنا التتار، احنا الاشرار، بس في كله مختلفين. في تتاري صغير وتتاري كبير، وانا تتاري ما بين الاتنين. ربع نص كيلو، عبيله واديله. فين الملك؟ الملك فين؟ انا هقول لك الملك فين. هو الملك هرب، بس من هنا
مشي من هنا كده في كوريدور كده اهو، بعديه زي امريكان كيتشن، واخد بالك؟ بعد ما بتعديه في حته معموله زي لاندسكيب كده اهو، بتخش من عندها في سرداب سري مكتوب عليه السرداب السري. ها، خش هتلاقي الملك مستخبي جوه، خلص عليه بالبتاع الخشب. الف شكر يا عم سلامه. لا ده احنا عنينا للتتار، ده احنا الواحد بيقف على السفاره التتاري ب4 ايام عشان ياخد الفيزا يعني. لا على كده اجيب لك فيزا سياحي بقى. طيب ماشي، الف شكر. استاذنك بس في كرسي العرش. طبعا ما دام احتليت مصر جت على الكرسي، خد الكرسي. الف شكر. مع السلامه. ربع نص كيلو. هاتوا الكرسي وشيلوا. وهنحكم. كده يا سلامة سلمت يا بابا. سلامة خاين، سلامة قاتل. روح اتبع على الحيطان، اجري. سلامة خاين، سلامة قاتل. يا دغور ياض اتكل على الله. سلامة خاين، سلامة. انا بعمل كده يا اولاد عشان مصلحتكم، عشان ما حدش يعمل فيكم حاجه. معلش انا معايا الختم بتاع ابوكم، انا مضطر اعلمكم بيه عشان ما تتوهوش يا اولاد. ما تخافوش انا معاكم. هاتي ايدك يا جهاد. اوعى تقرب لها، سلامة سفاح. اكتبها برضو على الحيطه، اكتبها. يا سلامة ايدي. امال لو جبت حبر احمر كنت عملت ايه؟ انت ما عندكش دم يا. دلوقتي انا هبيعكم في سوق الجواري. انتي هتشتغلي جاريه. وانا يا سلامة وانا. انت هتشتغل جاري مع اقرب تاجر جواري. هبيعكم يا اولاد، بس عينيا هتبقى عليكم، ما تقلقوش. جارية للبيع، جاري للبيع، أي حاجة قديمة للبيع. جارية للبيع، جاري للبيع، أي حاجة للبيع. يا عم يا بتاع الجواري، أيوه. لو سمحت تشتري الجاريه دي والجاري ده بكام لو سمحت؟ لا أنا ما بشتريش، أنا هعرضهم لك ورزقي ورزقك على الله، بس ليا برسنتج 15%. 15% برسنتج ليه يا عم؟ ده كل اللي تجار الجواري بياخدوا 10% ماكسيمم. ماكسيمان؟ خلاص مش هنختلف، حطهم على العربية. يلا يا جهاد. اوب امسك. يلا يا محمود، يلا خلي بالك منه. كريم مش هوصيك، متقلقش. خلي بالك منه. مع السلامة يا جهاد، مع السلامة يا محمود. يا بعد العز اللي كانوا عايشين فيه ده كله، بعد القصور وريش النعام والدوناتس والمشط بوتيتوس، هيروحوا ياكلوا فول وطعمية وفسيخ من نبروه. لا، العين اللي شافتهم في العز ده كله ما ينفعش تشوفهم وهم في البهدلة. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. ايه الاستجابة السريعة دي؟ جارية للبيع، جاري للبيع. انت الراجل يا بتاع الجواري. ايوه يا ست مانجا. عندك جواري طازه؟ طبعا، امال ايه؟ الجارية دي لسه بشوكها على الزيرو. طب طلع لي الجاريه وعلبه السوبر. طيب يلا يا بت. هطلعها لي على كام؟ 50 دينار. لا هم 30 مفيش غيرهم، هنزلهم لك في السبت. طب ما تهزيهم شوية. اهو. يلا يا بت اطلعي. رجع جهاد، ما حدش يقرب لها. بس ياض، بقول لك ايه يا ست مانجا، ها؟ تاخديش الواد ده كده فوق البيعة فري؟ اعمل بيه ايه؟ ده انا عند حريم السلطان. الواد ده هيبقى مملوك كبير وهيأثر في الأحداث اللي جاية. يأثر يطول ماليش علاقة. محمود ما تسيبنيش يا محمود. خش يا بنت جوه. محمود هي كلمة. انا لازم اشوفك يا محمود. هجيبولك خميس خلاص وجمعة. ياض خلاص. جارية للبيع، جاري للبيع، يا للبيع، جارية للبيع. يا أهل مصر، فاتت سنين وسنون وسنان وكبر محمود وكبر الجهاد.
وكبر كمان سلامة. ومن ساعتها وانا ماشي في كل شارع وفي كل حاره وفي كل زقاق ماشي بنادي واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ وارجع تاني واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ واغير في الاداء عشان الناس ما تملش واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ واقوم داخل باداء مفاجئ ما يتوقعهوش حد ابدا واقول انت فين يا حوده؟ انت فين يا بنت جهاد؟ لكن محدش بيرد عليا، والناس في مصر في كل الشوارع ماشيين بيحاولوا يساعدوني ويقولوا انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ انت فين يا محمود؟ سلامة، ازيك يا سلامة؟ ايه ده؟ الصوت ده انا مش عارفه. مين؟ أنا محمود يا سلامة. محمود؟ وانا ايش عرفني انك محمود؟ مش بتشتغلني ولا حاجه. حسس. روايه محترمه عيب. لا أنت فهمتني غلط، يعني المسني عشان تتأكد إن أنا محمود. المسني نفس الحبر من نفس الحباره. محمود، يا اخيرا لقيتك يا محمود. كبرت يا محمود، كبرت. وايه اللي في وشك ده يا ابني؟ شنب. كبرت وبقيت تلزق يا ابني، ما شاء الله. وشغال فين دلوقتي يا محمود؟ أنا بشتغل قائد جيوش مصر مع الأمير عز الدين أيبك. قائد جيوش مصر؟ والشغلانه دي قرشها حلو يعني؟ مش مهم الفلوس، المهم مصر يا سلامة. يا محمود، انت عارف من ساعة ما بعتك انت وجهاد وانا ماشي في كل شوارع مصر يا محمود عمال انادي واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ سلامة، أنا هنا يا سلامة. ودايما اسمع التهيؤات. لا مش تهيؤات، انده تاني. انت فين يا محمود؟ يا عم انت لقيتني انا، نادي عليها هي. انت فين يا جهاد؟ يا سلامة أنا هنا يا سلامة. اهو سامع اللي انا سمعته؟ ايوه. طب شايف اللي انا مش شايفه؟ ايوه. يا سلامة أنت ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ بصلي. اعمى. يا سلامة بصلي، يا سلامة ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ اعمى. يا سلامة بصلي، يا سلامة ما بتبصليش ليه؟ بس بصلي حرام عليك. يقول لك اعمى يا هبله، اعمى. يعني أيوة يعني ما ينفعش بتبصليش. ابص؟ ما بتبصليش ليه يعني؟ مش فاهمة. دي جننت البت باين ولا ايه؟ ادخلي جوه. مش هدخل. بقول لك خشي جوه. انت فاكره نفسك ايه، اميره؟ ده انت جاريه جربانه. خشي جوه كملي الرقص. أنا ما بعرفش أرقص. من خيبتك يا موكوسه، ده انا جايبه لك عاطف عوض يعلمك كل الرقصات. اعمل ايه تاني؟ اجيب لك سفينات؟ خشي. عرفت صوت الردح ده جاي منين يا محمود؟ ده اكيد جاي من عند حريم السلطان. حريم السلطان. طيب انا عايزك تخطف رجلك وتروح لحريم السلطان. هتقابل واحده هناك اسمها انجا، قول لها انا جاي من طرف سلامه باماره. هي هتفهم على طول وتسلمك جهاد. سلامه، هجيب جهاد يا سلامه. مع السلامه محمود. يا اخيرا لقيت محمود وجهاد الاتنين مع بعض في مشهد واحد. اخيرا. وبكده يكون انتهى المشهد الاولاني، والمشهد الثاني هيدخل وراه على طول من غير استراحه ولا حاجه. غيروا الديكور. لف يا عم. الله ينور يا عبد العزيز. الله ينور يا حاج احمد. انزل بالمنظر يا عم، انزل يا حاج. ايوه، اوعى دماغك يابا، اوعى دماغك. اتكل على الله، انزل كمان شويه. الله ينور يا عم احمد على الاضاءه. الله ينور. يا سلام يا سامي، يا سلام. الله ينور يا ولاد، الله ينور.
وبكده بقينا جوه قصر شجرة الدر. شجرة الدر اللي كانت متجوزة الملك صالح نجم الدين علي أيوب إبراهيم السيد باين، ولكنه مات بالهارت أتاك. ومن ساعتها الناس كلهم بيطالبوا الملكة شجرة الدر إنها تتجوز تاني، لأن كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. عشان كده كان أهلا 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 بالملكة شجرة الدر. عشان كده كان الصراع دايما ما بين أقطاي وعز الدين أيبك، مين فيهم اللي هيفوز بقلب شجرة الدر؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض، أو انتوا اللي هتشوفوه. أنا مش هقدر أشوفه لأن أنا أعمى. قمر يا مولاتي قمر. تفتكري هعجب أقطاي وأيبك؟ ده انت تعجبي الباشا، هم يقولوا ده انت مش بس ملكة، ده انت الملكة التي هزت عرش مصر. مولاتي حسبي يا أنجا، ابعدوا يا سفاحين، محدش هيقدر ياخد أنجا حبيبتي مني. مالك يا أنجا؟ حاسة بإيه؟ حاسة اني حامل. أخيرا عملتها. هجيب لك الولد اللي انت عايزه. أنجا. أنا آسف يا مولاتي، مولاي أقطاي بره، أعمل إيه؟ أقطاي دايما مواعيده مظبوطة. ده انت تظبطي عليه الديك لما يدن. أنت عرفتي منين يا سفة؟ مرعوب. أنا آسف يا مولاتي، أخليه يدخل ولا يتغدى ولا يمشي ولا أعمل إيه؟ خليه يتفضل. حاضر. طب استاذن انا بقى يا مولاتي، انت عارفاني خدامتك لماحه، يلا نهارك ابيض. حسابنا بعدين. مولاي أقطاي. أقطاي. أفندم أنا موجود. اتفضل. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة والأخوات، إن أقطاي الذي يتحدث أمامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الشعب العزيز هو شعبي، يحتاج الآن إلى حاكم قوي. أنت اللي بتتكلم عن شعب مصر؟ أمال أمي؟ بعد ما فرضت عليهم الضرايب. يا سلام. الشعب مش لاقي علاج، شعب وعايش في بطالة وفقر ومرض. شعب موجود؟ ومفيش مستشفيات الناس تتعالج فيها. المستشفيات في كل حتة. إزاي؟ أنت عندك الرمد في الجيزة؟ عندك السلام في المعادي؟ في كل حتة في إما كنت تتكلمي الكلام مظبوط ما تتكلميش. كلام إيه؟ كلام إزاي؟ مستشفيات في كل حتة. ما عندكيش اختيار دلوقتي ما بيني وما بين أيبك، يا أنا يا الفوضى. أنت بتهددني أنا بالفوضى؟ أنا هددك بأي حاجة. أنا أطلع طلعة جوية أفجر القصر ده كله عشان تبقى فاهم. أنا راجل مش سهل. الموضوع دلوقتي ما بقاش سهل. الموضوع دلوقتي في منتهى الخطورة عشان تبقي فاهمة. أيبك ده لو جه هيجيب جماعته لو جم هيجيبوا مجموعة. الموضوع مش هيبقى سهل يعني. الموضوع ساعتها هيبقى في منتهى الخطورة. البلد دي هتتفتت. انت عايزاها تتفتت؟ عشان ايه؟ دي الفزاعة اللي بتضحكوا بيها على الناس في الإعلام. وأنا عايزة أحافظ على نفسي كملكة للبلاد. انت عايز ايه؟ عايزة أحافظ على نفسي كملكة للبلاد. طب ما انت ملكة البلد أصلا، تشتغل نفسك ولا ايه؟ انت شوفي انت عايزة ايه، اما كنا ننفذ اللي انت عايزاه ما ننفذوش. اتفضلي. اركع. ايه؟ اركع. أفندم أنا موجود. بقول لك اركع. اتجننت ولا ايه؟ أنا ما اركعش أبدا. أنا راجل صاحب بطولات. أنا راجل عامل حاجات كتير. أنا راجل عامل مترو الأنفاق. أنا راجل في كوبري فيصل في نازلة ناحية الشمال بتودي على جامعة القاهرة هايلة. أنا اللي عاملها. أنا في الكوبري الدائري عامل وصلة جديدة بتطلع على الدائري ما حصلتش، هايلة جدا. فاهم ايه؟ في كباري كتير أنا في الكباري ما حصلتش.
انا اما كنت اطلع بالكوبري مظبوط ما اطلعش بيه يعني. الموضوع مش الموضوع مش كده. الموضوع دلوقتي مش سهل، موضوع في منتهى الخطوره. انا بقول لك اتفضل. لو كنت اتحنيت كنت اصبحت السلطان، ولكن دلوقتي ايه؟ اما كنت تكملي الجمله للاخر ما تقوليهاش. انا فاضي. لا هو انا هخمن؟ انا هخمن. انت عايز ايه؟ انت حاجه على العموم صعبه. سيب لي فرصه افكر. اما كنت تفكري في كلام فكرة. ما عندناش وقت دلوقتي، الوقت دلوقتي بقى ضيق، بقى في منتهى الخطورة. وانا عايز اقول ان سوف يحكم التاريخ بما لنا او علينا جيلا بعد جيل. ان شجرة الرز باقية والاشخاص زائرون. حفظ الله مصر والوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقطاي بيهددني، يا إما هو يا إما الفوضى. مولاتي الحي الحي! في إيه يا مرعوب؟ القائد عز الدين أيبك جه. طب ده خبر عادي. خبر عادي ايه؟ ده قائد الجيوش، ده انا ما بشوف كمين في الشارع بفلق. طيب اخرج وخليه يتفضل. عادي يعني؟ عادي. ربنا يستر. مولاي أيبك! التحية لمولاتي شجرة الدر. ايه اللي اخرك يا ايبك؟ كنت مزنوق على الدائري يا مولاتي، المرور زبالة زبالة، في عربية نص نقل محملة مماليك قافلة طلعة الكوبري. انت هتكذب عليا يا ايبك؟ أيبك اسمي الأمير أيبك. ايه؟ لكن بالنسبة لك أنت ممكن تقولي لي يا بكة. بكة؟ بكبوكي بكبيكو. خلينا في المهم يا ايبك. سيرتك يا مولاتي، سيرتك بقت زبالة. الناس عمالة تقول إن القصر فيه شباب داخل وشباب خارج، ده غير إنك شجرة ومزة وقاعدة لوحدك. من الآخر كده أنا شايف إنك لازم تتجوزيني. لازم اتجوزك انت يا ايبك؟ والله لو لقيتي أحلى مني تجوزيه. كده فرصتك ضعيفة، وخصوصا إن أقطاي بنفسك. أقطاي مين يا شجرة؟ هي هربت منك ولا إيه؟ أقطاي ده كل الناس بتكرهه ونزلوا الشوارع وقالوا له ارحل ارحل. يعني بيحبوك انت يا ايبك؟ والله على الاقل انا معايا اهلي وعشيرتي، ودول ناس منظمين قوي، باشاره واحده مني يجوا يحاصروا لك المدينه ويبنوا حمامات ويذبحوا بقر هيعيشوا ايه؟ افهم من كده ان لو ما اتجوزتكش هتولعوا في البلد يا ايبك. انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي لا سمح الله، بس برضه ما اضمنش محبيني ومريديني اللي ممكن يولعوا في البلد وبحماس. طيب بحماس. طيب افرض اني اتجوزت اقطاي. انا ما افرضش، وحتى لو ده حصل هعمل مؤتمر صحفي واعلن فيه ان نتيجه الجواز دي مزوره. انا عارفه يا ايبك انك شريف من جواك، بس انا حاسه انك مش بتحب البلد. انت بتحب الكرسي ده، وزي ما في ناس معاك في ناس ضدك. يا مولاتي يا مولاتي، اوعدك اني لو بقيت ملك هبقى ملك لكل المصريين مش لجماعتي وبس. واكبر دليل على كده اني جيت لك النهارده وانا مش لابس قميص واقي. مماليك احرار هنكمل المشوار، مماليك احرار هنكمل المشوار. يا خوفي لا تكون بتقول وعود وبترجع فيها. يا شجرة القلب، يا شجيرة الروح والفؤاد، حتى لو أصبحت أنا الملك ستكونين أنت السلطانة اللي فوق الكل. يعني لو طلبت منك إنك تركع هتركع؟ أنا أصلا لو وافقت عليا كنت ناوي أركع ركعتين لله. طيب اديني فرصة أفكر. يبقى وافقتي. لا بقول لك اديني فرصة أفكر. والله وافقتي. لا بقول لك أنا لسه هفكر. عيني في عينك وافقتي.
والله انا لسه هفكر. يا شجرة! ايه الغباوه دي؟ انا لسه استنى تفكر. اخيرا وصلت للكرسي، خشب دمياطي نضيف. يا انجا، يا مرعوب، ايوه يا مولاي. يا محمود، امرك يا مولاي. نادوا كل المنادين اللي في البلد عشان ينادي كل واحد في البلد، ينادي مع المنادين اللي انتوا ناديتوهم ويقول ان ايبك هو اللي فاز بقلب شجره الدر. قشطه يا مولاي. بيس يا رجاله. انجا، كل سنه وانت طيبه يا بيبي. بمناسبة ايه؟ النهارده عيد ميلاد تامر حسني. يا مرعوب، وانا ملك القصر ولا ملك الكبده؟ انا اسف يا باشا. الكلام ده عند التتار يا حبيبي. محمود، امرك يا مولاي. انا عايز خبر جوازي من شجره الدر يغرق مصر خلال 24 ساعه. لكن الملكه شجره الدر لسه ما قالتش جوابها النهائي. احنا ما عندناش ملكات ليها راي يا محمود. يعني نعمل لك ايه يا مولاي؟ اطلع الساعه 3 الفجر اعلن النتيجه؟ انت بتزعلي ليه يا محمود؟ في ايه؟ معلش انا متوتر قوي النهارده. لا لا، انت وانت درانكينج ما بتبقاش امبورتنج يا محمود. لا، 3 الفجر ده انسب وقت نعلن فيه. نص الناس نايمين والنص التاني بيتفرج على قناه التت. نطلع احنا بقى نقول اللي احنا عايزينه. نفذ، انا افهم اكتر منك. ما اقدرش يا مولاي. اعلن يا ابني نتيجه الفوز بقلب شجره الدر. نتيجة الفوز بقلب شجرة الدر: شبرا 500 يبقى 15 أقطاي، الجمالية 600 يبقى 15 أقطاي، الزاوية الحمراء 1000 يبقى 15 أقطاي، شرقية منوفية دهلية سقفولو النهارده فرح يا جدعان، عايز كله يبقى تمام. لها طريقة مشيت وراها، قلت لازم اعيش معاها. عارفين قلت لها ايه؟ بعد اذن سيادة هرجع لسعادتي، ممكن احكم يمكن ربنا يهديني، يكرمني ويقويني، واستولى على الارض، واستولى سقفولو الاحمر عليك. سقفولو تحية للمماليك اللي لسه واقفين دلوقتي حالا. واستولى أيبك على القصر. أخيرا حقق حلمه، وأخيرا أيضا محمود لقى جهاد. جهاد؟ محمود، انت جهاد؟ انت محمود؟ ايوه. كبرت يا محمود وطلع لك شنب. وانت يا جهاد كبرت وحلقت شنبك. فاكره يا جهاد واحنا صغيرين؟ فاكره لما كنت بتلعبي قدام باب القصر وقعت في الطينه وقعدت تقولي ايه؟ فاكره يا بيبي. ايوه، ودي ايام طبعا حد يفتكرها. لكن السعادة لا تدوم طويلا، حيث جاءت أنجا مفرقة الجماعات وهادمة الملذات. اقسم بالله العظيم ما حد ياخدك مني ابدا. جهاد تعالي هنا. سيبيني 5 والنبي انجا. هي كلمة تعالي هنا بدل ما اجيبك من شعرك. سيبيني 5 يا انجا، في ايه بالظبط مش فاهماه. ممكن تتكلمي معايا انا؟ اتوكس محمود. روحي معايا. يلا يا باي باي يا حلوة. بيبي. باي باي. يلا يا بيبي. بحبك قوي يا توحش. مع السلامه. باي باي. باي. سلام عليكم. باي باي يلا محمود. يا حلو. ثبت. محمود، عمرك يا مولاي. اخطاء يا محمود، اخطاء يحتل دواوين البلد كلها بالجيش اللي تبعه. وانت عرفت الخبر ده ازاي يا مولاي؟ صفحة احنا اسفين يا اخطاء مغرقة الدنيا بالخبر. تنايم على ودانك يا محمود بيه. تعداد جشمي قد ايه يا حودة؟ احنا تعدادنا اكبر منهم بكتير يا مولاي، ومجهز على اعلى تقنيه، بس دي تبقى حرب اهليه. بص يا محمود، انا عارف ان في 70 3 بيلعبوا جوه القصر، وانا بحذر لو عرفت مين بيلعب جوه القصر هلعب معاه. انا صاحب القصر والعب براحتي. مولاي مالك النهارده في ايه؟ اللي انا عايز اقوله لك يا محمود ان انت قائد الحرس بتاعي وانا الملك، واجب عليك تحميني. احميك؟ يعني اعمل ايه؟
يعني تقتل أقطاي. ايه؟ اقتل اقطاي؟ أيوة اقتل أقطاي. يعني عايزني انا اقتل اقطاي؟ يا عم ما تعدي الجملة يا عم. خش بعد اقتل اقطاي. يعني ما تقولش اقتل اقطاي. نلجأ للمحاكمات يا مولاي، قضاءنا الشريف. القضاء ده كمان فاسد ولازم نطهره، وأقطاي لازم يتقتل. أنا آسف يا مولاي، ما أقدرش أغدر. الجيش المصري يواجه ما يغدرش. بعد إذنك يا مولاي. إذنك معاك يا حودة، أديك عرفت القصر، يبقى تعالى. سلام يا حودة. وفي خضم هذه الأحداث، في خضم كجملة صعبة جدا، في وسط كل اللي بيحصل دون تكتشف شجرة الدر إن عز الدين أيمن كان متجوز قبل كده واحدة عرفي ومخلف منها عيل أهبل اسمه منصور لهبل. وين يا وين يا وين يا وين يا وين وين يا وين يا وين يا وين يا وين شكشك على الابيض. ابويا بقى الريس، ابويا بقى الريس. الا صحيح يابا انت بقيت الريس ولا ده حوار انت مركبه علينا؟ لا أنا اللي بقيت الريس. أخيراً وصلت للكرسي ده بعد 80 سنة. الكرسي ده بتاعي لوحدي. يا بتاعنا. ما تشدش. ما تشدش أنتي. بقول لك بتاعي لوحدي. بتاعي. خد تعالى أقول لك يا حبيبي، تعالى شوف أنا جايب لك إيه. خد الحصان ده وروح العب بيه مع عمو سلامة. روح روح روح. عم سلامة يا عم. أيوة يا منصور يا. بص يا عم سلامة يا عم، الحصان ده حلو قد إيه؟ معلش يا حبيبي أنا ما بعرفش أبص. شوف يا عم سلامة يا عم، الألوان فيه عبقرية، بسم الله ما شاء الله. أنا ما بشوفش يا ابني، ما بشوفش. انظر يا عم سلامة يا عم، بطن الحصان مخروطة خرطة، الواد صنايعي. ما بنظرش يا ابني، ما بنظرش. طب أعمل إيه يا عم سلامة؟ شوفوا كده. وريني وريني الله، ده إيه الحصان الحلو دون يا. أنا هلعبك لعبة حلوة يا منصور دلوقتي. الحصان ده أهو، شايف الحصان؟ أكله جوه بطني كده أهو. إيه رأيك؟ في إيه؟ أنا أكلت الحصان أهو. ما ده هيجيب لك أنت مشاكل. أنا خلاص الحصان بقى جوه بطني. أيوه أنت اللي هتتعب. ما هو الحصان معايا أهو. ما أنا عايز الحصان. مفيش حصان. لا هتجيبه يا عم سلامة. مفيش حصان. لا هات الحصان يا عم سلامة لو سمحت. مفيش حصان. عم سلامة أنا زعبلاوي وممكن أعملها معاك. حصان. أيوه هاته. طب بص أوريك. أوه طلعته من ودني. خد يا عم الحصان. ده حصانك أنت يا عم سلامة. هو يا ابني الحصان بتاعك مش اهو. ده الحصان بتاع عم سلامة، بص إيديك أنا مصدع من الصبح. هات حصان. الحصان اهو يا حبيبي، اهو الحصان بتاعك اهو. عم سلامة أنت راجل كبير وقد أبويا ومش عايز أعملها معاك. يا حبيبي الحصان اهو يا حبيبي، اهو بالوانه. بص الصنايعي اهو. يا ابويا خد الحصان يا ابويا، خد الحصان يا ابويا، خد الحصان، خد الحصان يا ابويا، خد الحصان، خد الحصان، خد الحصان يا ابويا، خد الحصان. اهدى ايه اللي خدته منه ده يا سلام؟ افتح لي بطني وهات لي الحصان بتاعي. حاضر ايه هتفتح بطني؟ حاضر ايه؟ معلش اصل الواد عبيط. خد روح العب هناك. هو فعلا الولد ده عبيط؟ عبيط بس ما تسيحش والنبي. لا انا هقول لمصر كلها بس. مولاي الحق. خير يا مرعوب. شجرة الدر جت. طب خليها تخش، بس خد معاك الواد ده واوعى ترعبه يا مرعوب، اتكلوا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم ده لا تأذينا ولا نأذيك. صاحب البيت اسمه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انت بعت لأقطاي عشان يجي هنا؟ ايوه يا شجر،
ومفهمه ان انا اللي عايزاه. ايوه يا شجره، الحرب خدعه. انا مش مصدقه. طب انا هبعت لاقطاي واقول له اني ما طلبتوش. ايه يا مولاتي، هو انغاب القرد؟ العب يا ورداتي. ياه، قلبك الطيب الشريف النبيل المصلي بقى اقطاي تاني. انت بتشبهيني بالفاسد ده؟ ان ما كنتيش تشبهيني صح ما تشبهنيش. عموما الفاسد اللي انت بتتكلم عليه بكره التاريخ هيثبت اللي ليه واللي عليه. مولاي الحق خير يا مرعوب؟ اقطاي جه بره. جه لعذر، خليه يخش يا مرعوب. حاضر. مولاي اقطاي. افندم انا موجود. انت عايز ايه يا شجره العنب انت؟ كل شويه تبعت لنا ولا ايه؟ ازيك يا اقطاي؟ انت اللي بعت لي؟ ايوه انا اللي بعت لك يا اقطاي. عايز ايه؟ عايز كل خير. ولأول مرة يجتمع أقطاي مع عز الدين أيبك مع شجرة الدر، وكان رابعهما الخيانة، حيث اتفق عز الدين أيبك مع أردوغا على أن يقتل أقطاي، ودفع لأردوغا مبلغ من المال في كيس من القطيف الأحمر. ذهب أردوغا إلى أقطاي، سلم عليه، قال له تفضل، ثم أخرج خنجره وقتل أقطاي. مات أقطاي ولكنه قاوم وقام مرة أخرى، فقال له ألم يكفيك خنجر واحد؟ وذهب أردوغا وقتل أقطاي. هنا مات أقطاي، ثم قام مرة أخرى، ثم وقع من تأثير الضربة. حاول أن يقاوم لم يستطع، زحف ثم قام مرة واحدة، ثم وقع، ثم قام، ثم وقع، ثم قام أمرمطك، ثم وقع. ثم قام، وقع، قام، وقع، تدريب ركب، قام، ثم خرج، زحف. ولكن الخيانة نتيجتها الخيانة، حيث اتفقت شجرة الدر مع أردوغا أن يقتل عز الدين أيبك، وأعطته كيسا من النقود في قطيفة حمراء، قال لها عيني الجوز. ثم ذهب إلى عز الدين أيبك، سلم عليه، وعلى حين غر أخرج خنجره وقتل عز الدين أيبك. مات عز الدين أيبك وعينه على الكرسي، زحف، قبله، ثم مات عز الدين أيبك. وبما إن الخيانة نتيجتها الخيانة، جاء منصور لهبل وعلم إن أبوه قد مات، تقدم وذهب إلى أبيه، نظر إليه، رفع رأسه، تأكد إنه مات، هزه أكتر، مرمطه، بهدله، سابه على الأرض، تأكد إنه مات. حزن منصور لهبا، وقال بمنتهى القوة وبمنتهى العنف، قال: ليه؟ وعندما لم يجد مجيب لسؤاله، قال مرة أخرى: لأن أنا هصلي العشاء وأخش أمجد ساعة، وكان وشه أبيض زي اللبن الحليب، ده كان حاجز لنا مصيف. وعندما لم يجد منصور لهبل المصيف الذي حجزه أبوه، تقدم إلى أردوغا وقال له: إن شجرة الدر قد قتلت أبي، اذهب إلى شجرة الدر واقتلها. قال له: عيني يا معلم. ذهب إلى شجرة الدر أردوغا وقال لها: مولاتي انظري العصفورة. نظرت، ثم أخرج السكين واحتفل وقتلها، واحتفل مع منصور كما لم يحتفل من قبل. وها هي العدالة السماوية تهبط إلى أرض باليرمو، وسجد لله شكرا، سجد لله بعد أن قتل شجرة الدر. وهنا قال له أردوغا: أين نقود يا معلم؟
فقال له: احنا اخر الشهر. آخر الشهر قبل رأسه ثم أخرج خنجره كرجل خائن وشقه وخرج أردغا ومات منصور له. مات منصور له. مات منصور له. مات متصدع. مات مش نام، مات. ما هو كده مات. ايوه ميت مربع. ايوه كاننا في رمضان عادي. رمضان؟ اه انت ايه يعني بتموت في رمضان كل سنه يعني ولا ايه؟ عشان نتسحر وننام. سحر وتموت بقى على طول؟ اه على طول. مات. انا بقى هي مت بقى لو سمحت. مات. انا محتاجه اقعد لوحدي شويه لو سمحت. مات منصور. مات اهو مات خلاص. مات اهو انا اموت كده. حلوه دي موتة اغراء دي. لا ما ينفعش. مات اهو مات هموت خلاص. مات منصور لهبل. يا أهل مصر، يا ما حذرتكم ويا ما نبهتكم إن التتار جايين على مصر. محدش صدقني، محدش سمع كلامي. أخيرا التتار وصلوا مصر. لما عمك تبغى يعدي كله يوقف قتل يهدي، والسيف اللي في ولا ولا والسبع كسرات والقتل في الحارات. ليلتكم بتضحك. فين القائد أقطاي؟ قتلوا الأمير عز الدين أيبك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فين الأمير عز الدين أيبك؟ قتلته الملكة شجرة الدر. البقاء لله. فين الملكة شجرة الدر؟ قتلها منصور اللهبل. طب وفين منصور لهبل؟ مات لوحده سبحان الله. طب لما أحب أكلم شعب مصر أكلم مين؟ تقدر تتكلم معايا أنا. وأنت مين؟ مواطن من شعب مصر. مواطن من شعب مصر شرب من نيلها وجرب يغني لها. لقى صوته وحش، ركز في التمثيل. من قائد التتار ومفتت الدول باراك حسين هولاكو. احنا طبعا عارفين مدى ضعف بلدكم بدليل المعونة، فإذا قبلتم التتار أسياد عليكم ودفعتم الجزية ذهب وبترول وقطع من حدود سيناء هتستبعدوا حرب ساحقة. اوعى تصدقوا يا محمود، قالوا كده في كل بلد راحوها وفتتوها واحتلوها. شوف اللي حصل في العراق وشوف اللي حصل في ليبيا وشوف اللي بيحصل دلوقتي في سوريا يا محمود. احنا بنحذر مرة واحدة، ايه ردكم؟ خشت؟ بتقول لي انا خشت؟ انت مين يا شبح؟ انا قلت ردي. مش عارف مين معايا ومين مش معايا. انا معاك يا محمود. وانا معاك. كلنا معاك يا محمود. أردوغا، إذا تجرأ أي واحد من التتار أو أي عدو من داخل البلاد أو خارج البلاد إنه يمس مصر بسوء هيدفع الثمن حياته. فليحيى السلطان. فليحيى السلطان. فليحيى السلطان. الله ينور عليك يا محمود. هو كده يا أهل مصر. يا أهل مصر، يا ما حذرتكم بالتتار. التتار طول عمرهم بيحاولوا يخشوا مصر،
فشلوا مرة واثنين وثلاثة ولسه بيحاولوا. لازم نسيب للأجيال اللي جاية صورة تفكرهم وتفهمهم قد إيه خطورة التتار عشان يبقوا واعيين. لا يا أهل مصر، كل مصر لازم تتجمع في الصورة دي، كله لازم يدخل في مش توكشو ولا نشرة ولا نشرة، الليلة مسرح جماعي وعشرة يابا على عشرة، سياسي كوميدي اجتماعي. تياترو مصر دي مصر تياترو، وتعالى شوف رواياتك كترو. تياترو مصر دي مصر تياترو، وتعالى شوف رواياتك كترو. كفاية غم وحرق الدم، عايزين نرجع ضحك زمان، عايزين نفك شوية يا عم، وادي الجواب بم العنوان. كفاية غم وحرق الدم، عايزين نرجع ضحك زمان، عايزين نفك شوية يا عم، وادي الجواب بم العنوان. موضوعنا باين من تترو، تياترو مصر. تياترو مصر دي مصر تياترو، وتعالى شوف رواياتك